السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. وخلاص نهاية دور الثمانية من اليورو. بتأهل الفرق اللي كانت متوقعة إنها تتأهل: فوز أسبانيا على ألمانيا 2-1، وفوز فرنسا على البرتغال بضربات الجزاء، وفوز هولندا على تركيا 2-1، وفوز إنجلترا على سويسرا بضربات الجزاء. فزي ما كان كل متوقع والأغلب كان متوقع، الفرق هي اللي متأهلة. مفيش مفاجآت كتيرة حصلت. طبيعي عشان خاطر الناحية اللي كان فيها ماتشات كبيرة، طبيعي فكان في فرقة من الفرق لازم تطلع، بس اللي كان الأغلب متوقع أسبانيا، وأسبانيا فعلا كملت، والأغلب كان متوقع فرنسا، وفرنسا فعلا هي اللي كملت. على الناحية التانية اللي كان الناس متوقعة إن تبقى فيها مفاجآت، يعني مثلا الناس كانت متوقعة تركيا تكسب هولندا، لكن هولندا كسبت تركيا. وفي ماتش سويسرا وانجلترا الكل كان متوقع، او الاغلب كان متوقع انجلترا، ناس بسيطه هم اللي كانوا متوقعين سويسرا، بس انجلترا هي اللي كملت. خلينا نخش نتكلم على طول في البطوله. هو الشيء اللي يذكر الوحيد ان دي واحده من اسوأ بطولات اليورو اللي انا شفتها بصراحه. يعني بطوله ممله، ما فيهاش ماتشات ممتعه كتير. ماتشات كلها اغلبها يا اما 1-0، يا اما نادرا لما بنلاقي يا اما ضربات جزاء، يا اما بنلاقي 2-1، بس دي بتحصل نوادر، والنتائج لما بتكبر بتبقى بين الفرق من الناس مش متوقعاها. فماتشات فعلا ممله، وفرقتين اللي كانوا قايمين على حسهم البطوله هم اسبانيا والمانيا، واحده منهم طلعت. فالبطولة فعلا بطولة أقل بكتير من التوقعات، والبطولة مملة بشكل كبير قوي يعني بصراحة. فخلينا نتكلم نبتدي عن الماتشات، وناخد أول ماتش معانا هو ماتش أسبانيا وألمانيا. هو الماتش اللي افتتحوا بيها دور الثمانية. وأسبانيا قدرت إن هي تكسب 2-1 على ألمانيا، مع إن أنا كنت يعني كان جوايا أتوقع إن ألمانيا ممكن تعملها وتكسب، ولكن اسبانيا بالشكل الجديد مع ديلافونتي، والكرة المباشرة الأكتر اللي ابتدوا بيلعبوها بيمين يامال و... ونيكو ويليامز، مع اسمه ده مع بيدري ورودري وفابيان روي. فالكرة المباشرة دي قادرة تسمرها لحد دلوقتي مع اسبانيا. امتع منتخب او من امتع المنتخبات. انا في رايي ان الكره كانت بتلعبها المانيا كانت اصعب، هنيجي نتكلم عن المانيا. بس اسبانيا واحده من الفرق الممتعه في البطوله، اكتر فرقه مسجله اجوان، اكتر اقل فرقه مستهبله اهداف مع فرنسا. ف كل حاجه ممتازه بصراحه في اسبانيا. هو بس اسبانيا لو كان عندها مهاجم غير موراتا كان المنتخب ده راح في حته تانية. و... وان كان يعني توقعت ان الخبرات وبعامل الجمهور والكلام ده كله، ان اسبانيا هتقدر تكسب، سوري المانيا هتقدر تكسب وتعدي اسبانيا. بس انت معاك جناحين فازين، منهم واحد فاز. يعني رونالدو الظاهره كان بيتقال عليه ظاهره عشان كان بيلعب وهو عنده 19 سنه، وكان بادئ ان هو لما طلع في البيك والناس وهو ظهر والناس عرفته كان عنده 17 سنه. امال اليمين يامال ده يتقال عليه ايه بصراحه؟ ولد عنده 16 سنه بيعمل كل اللي هو بيعمله ده. احسن لاعب شاف في البطوله اظن هي مضمونه ليمين يامال. 3 اسيستات. ولسه هيشتغل على نفسه اكتر، قوي بدنيا، بيجري بسبرنتات. لعيب جامد قوي، كنترول على الكوره، حاجه بصراحه فذه الواد ده. فعلا متعه وانت نفسك الكوره كل في لقطه تروح مع اسبانيا تروح ليمين يامال. بصراحه مقدم بطوله ممتازه. انا ما كنتش متوقع ان هو يبقى عنده 16 سنه ويلعب اول بطوله يورو بالضغوطات دي كلها، ان هو يقدم اللي هو مقدمه ده. لكن بصراحه واحد من احسن لعيبه البطوله، واهم لاعب في اسبانيا، وهو اللي بيدي لك الحل اللي بيعدي لك واحد على واحد. كان قارف ديفيد روم، ولما نزل للاعب بتاع شتوتجارت رقم 18 ده برضو قرفه. سوري لا ما لحقهوش. سوري كان عارف ديفيد روم وروديجر الاثنين مع بعض، كان ما كانوش قادرين يتعاملوا معاه، وكان اوقات بيميل عليهم توني كروس. فبصراحه يعني كان مقدم بطوله بصراحه. يمين يامال ده يا بخت برشلونه بيه بصراحه، يا بخت برشلونه بيه. موهبه جباره جدا بصراحه. ف طبعا بدري وقع منهم في اول 7 دقائق، وان كان بدري من بعد دور المجموعات ما قدمش اي حاجه. ماتش جورجيا ما عملش حاجه قدام المانيا، وقع في اول 7 دقائق. حتى في دور المجموعات انا اتكلمت عليه كويس، بس مش ده بدري بتاع بطولة 2020 مثلا، او مش ده بدري بتاع برشلونة اللي احنا كنا عارفينه. اقل من ده بكتير. الاصابات واخده من بدري بشكل كبير قوي قوي قوي. يعني شفناه في التحام مع توني كروس، طلع واتصاب. فاسبانيا ممتعة جدا. اسبانيا دفاعيا قوية، هجوميا برضو، وان كان انا متوقع ان هي قدام فرنسا مش هتلاقي مش هتلاقي المساحات اللي بتلاقيها في كل الماتشات. مش هتلاقي مش هيبقى ماتش سهل بالنسبة لها. فاسبانيا لحد دلوقتي مع ديلافونتي بصراحه مقدمين بطوله محترمه. اللعيب كمان عايز اتكلم عليه هو نيكو ويليامز.
ده لعيب ب 50 مليون. يعني شرط الجزاء اللي في عقده مع اتلتيك بالباو ب 50 مليون بس. واحد على واحد، بيقدر يعدي سبرنتات، بيقدر ياخد الكرة في المساحة، بياخدك على البعيدة، وبياخدك على الثابتة وعلى المتحركة. هو لعيب يعني برضو زي يمين يامال، بس يمين يامال قدراته اعلى بصراحة من نيك ويليامز. فهو مقدم بطولة برضو كويسة، بس اللي واكل الجو بصراحة واللي يستحق الكلام ده كله هو لامين يامال بصراحة. كمان رودري بصراحة في اسبانيا مقدم بطولة محترمة جدا. بيقدر يطلع لهم بالضغط، بيعرف يهدي الريتم. هو واحد من اهم العوامل مع ديلافونتي هو رودري، ان هما لما دلوقتي اسبانيا ما بقاش ان هي عايز تلعب على الاستحواذ، ان معناش بوسكيتس ولا تشافي ولا انيستا، معناش الثلاثه، فاحنا مش هنبقى متارجتين الاستحواذ. احنا عادي، احنا عايزين نعرف نهدي الريتم، نعرف نسرع الريتم، نبقى ورا الكوره عادي. فرودري في كل دور من الثلاثه دول هو بيقدر يعمل ده، وواحد من اهم لعيبه اسبانيا برضو من الموجودين في البطوله دي بصراحه. فرودري لعيب برضه فز في نص الملعب يعني. النسخه الموازيه لتوني كروس هو هتلاقيها رودري. بيعرف يقطع الكرة كأنه جراح، بيعرف يطلع من الضغط بسهولة جدا، بيعرف يهدي لك الريتم، يمسك لك كورة، يرسى كده ويهدى على الكورة. فبصراحة رودري مقدم بطولة محترمة. فديلافونتي عامل بطولة، مدرب كلاسيكي اكتر، مدرب واحد يعني مقدم بطولة كويسة. كل ده مساعده ان هو كان مع اللعيبه دي كلها من تحت، يعني كان مع يمين يامال وكان مع نيكو ويليامز. عارف اغلب اللعيبه دي كلها طلعت من تحت ايده لما كان ماسك الناشئين وتحت تحت 19، والمنتخبات دي كلها كان لما كان هو ماسكها. شفناها في الاولمبياد اللي فاتت، اللي كانت في طوكيو، واخدوا كانوا وصلوا للمباراه النهائيه. اظن اخدوا الفضيه، والبرازيل اخدت هي الذهبيه. فعامل شكل مع اللعيبه دي. ماركو كوريا عامل بطوله مفاجاه بصراحه بالنسبه لي جدا جدا جدا. يعني انا لما شفت الاستدعاءات انا قلت ان هيلعب عليه جريمالدو، بس هو مدرب. ده الفرق بينه وبين حد مثلا زي ساوث جيت. يعني ساوث جيت حشر كل النجوم بتاعه، لكن ديلافونت بيلاعب اللي هو هيطوع فكرته. انا جريمالدو مقدم موسم جبار جدا مع باير ليفركوزن، واحد من اهم عوامل باير ليفركوزن، لكن انا هقعده على الدكه عادي وهلعب ماركو كوريا. وشفنا ماركو كوريا واحد من اهم لعيبه اسبانيا في البطوله، سواء ان هو بيقطع الكوره يعني في الضغط اللي بيقابله اسبانيا، هو بيقطع الكوره وبيعرف يسترجع لهم الكوره بسرعه جدا، ما بيعملش فاولات كتيره. فبصراحه بطوله مفاجاه لحد دلوقتي من كوريا لحد دلوقتي في البطوله مع اسبانيا. ف ده اللي كان عندي على اسبانيا. خلينا نروح ننتقل لالمانيا. انا في رايي لحد دلوقتي احسن مدرب في البطوله دي هو جوليان نيجلزمان. اتفرج على المانيا قبل البطوله، اتفرج على المانيا في البطوله قبل البطوله. 2020 طلعوا من دور 16 في اليورو. 2020 طلعوا من دور 16 لما كانوا مع يوخيم لوف. و2018 في كاس العالم طلعوا من دور المجموعات، و2022 طلعوا من دور المجموعات. اتفرج على المانيا بقى في اليورو دي. احسن منتخب بيلعب كوره، او كوره مشابهه لكره الانديه، فيها تحركات، فيها ان احنا بنخلي كيميتش يضم لجوه، فيها ان احنا بنخلي فيرتس وموسيالا يضموا جوه ومعانا في العمق، فيها ان احنا بنخلي الكاي جوندوجان يقطع في المساحه اللي فاضيه في ظهر هافرتس. فيها افكار، فيها كوره قريبه اكتر لكره الانديه. فهو المانيا، وده كل شيء يحسب لنايجلزمان. يعني اللعيبه اللي الناس دلوقتي بتطلع تتغنى بيها وتقول عليها هي دي لعيبه جامده، هي دي اللعيبه دي لعيبه جامده، المانيا توصل نهائي، المانيا توصل تاخد البطوله. الكلام ده كله كانت هي نفس اللعيبه اللي طلعت من دور المجموعات، هي نفس اللعيبه اللي كانوا بيتشتموا قبل كده. فكل ده بصراحه يحسب لجوليان نيجلزمان. عمل منتخب كويس جدا بصراحه مع المانيا. انا كنت متوقع ان هم هيكملوا، لكن يعني لعبه حظ اولمو عرضيه من مورينو دخلت. فيعني ما لكن شفنا من بعد لما يمين يامال طلع في الدقيقه 60 والمانيا هي ابتدت تكتسح الكره، وحتى بعد يعني خلينا نتكلم منطقيا اكتر، من بعد ما اسبانيا جابت الجون والمانيا هي اللي بقت مبادره اكتر، هي ابتدت تبادر. السنه لما كان بيلعب اساسي وفيرتس قاعد على الدكه برضو ما كنتش فاهمها. فيرتس لما نزل عمل لك شكل اكتر من ان هو بيقدر يخش مكان جوندوجان، وجوندوجان يروح مكانه، ينزل لتحت يدي المساحه لكيميتش، الكلام ده كله. لكن السنه جناح عايز الكرة في رجله، عايز يجري في الخط والكلام ده كله. ف يعني بصراحة اتضايقت شوية ان المانيا طلعت. لكن هي دي الكورة، هي دي الكورة. لكن اوفرول البطولة بشكل عام المانيا عملت بطولة محترمة جدا 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 على ارض الملعب. كانت واحد من احسن المنتخبات اللي لعبوا في اليورو دي، اللي هم قليلين جدا.
فكل الكلام ده كله يحسب لجوليان نيجرزمان بصراحه، ان هو مطلع التوب فورم من كل اللعيبه. آه آه قدر يصعب الدنيا على اسبانيا، اللي الناس كانت بتقول عليها احسن منتخب بيلعب في الكوره لحد دلوقتي في البطوله. كان في جزء كبير من الاشواط الاضافيه والشوط الثاني كان قادر هو اللي يعمل خطوره. ولكن هي دي المباريات دي هي اللي عايزه لمسه، عايزه تاتش. انت ما عندكش مهاجم، انت لما جاب لك جون الفيرتس وغير كده موسيالا ما كانش لاقي المساحه. ف هارد لك لمنتخب المانيا. انا لعيب عايز اتكلم هم او اتنين لعيبه بمعنى اصح انا عايز اتكلم عليهم في المانيا. الاول هو جمال موسيالا. جمال موسيالا عمل بطوله محترمه جدا جدا جدا، ولعيب زي ما قلت في الفيديو اللي فات هقول في الفيديو ده. اديله الكوره في اي حته، حط له خمس بني ادمين هيرقصهم، مساحه واسعه، مساحه صغيره، مساحه ضيقه، هيقدر يعمل الخطوره، هيقدر يعمله خطوره بالقدرات الفرديه اللي عنده. لعيب جبار جدا جمال موسيالا، واحد من اهم اعمده جيل المانيا اللي جاي هو مع فيرتس. هم دول محتاجين بس يطلع لهم مهاجم، سواء موكوكو او اي مهاجم تاني يطلع يظهر على الساحه مع المانيا. هيفرق كتير جدا مع المانيا ان كاي هافرتس، مع احترامي لكاي هافرتس واللي كان مطلعه منه ميكيل ارتيتا، لكن مش نفس القدرات اللي تقدر توافق او تطوع القدرات اللي عند موسيالا وعند فيرتس. ختاما مع الاسطوره توني كروس. خلاص توني كروس اعتزل، توني كروس مش هنشوف توني كروس تاني. واحد من نجوم البطوله بصراحه، لعيب واحد من اهم اعمده الخطه اللي بيعتمد عليها جوليان نيجرزمان. هو اللعيب اللي الترمومتر اداء المانيا هو هتلاقيه توني كروس. لولا سانيه لما طلع اتكلم قبل المباراه بتاعت اسبانيا، طلع قال لك عايزين تعرفوا الفرق اللي حصل في المانيا اتفرجوا على توني كروس. هو الفرق في توني كروس، لعيب قادر يتحكم لك في الريتم الكرة، عايز تسرعها عايز تهديها، اللي عامله كرات طوليه. توني كروس هو قطعه نادره دلوقتي في كره القدم. يعني انت ما عندكش لاعب زي توني كروس. ف نهايه لواحد من احسن لعيبه الوسط في التاريخ اللي بيقدموا الدور اللي هو بيقدمه ده، ما بقاش فيه منهم كتير. فتوني كروس اعتزل في القمه واختار الوقت الممتاز، لكن يعني كان ممكن يقدم سنتين مرتاح جدا في كره القدم. فشكرا لتوني كروس على كل لحظه انت كنت فيها في الملعب. لعيب مهم جدا سواء مع المانيا او مع ريال مدريد او حتى مع بايرن ميونخ. فده اللي كان عندي عن مباراه المانيا واسبانيا. نروح المباراه اللي بعدها، هي مباراه فرنسا ومباراه البرتغال. مباراه ما كانش فيها اداء. يعني ديدي ديشامب هو عايز يعتمد على ان انا هدافع وهلعب على المرتدات. ناحيه تانية البرتغال روبرتو مارتينيز معاه الكوره بيخلق فرص، بس فرص اللي هي اللي احنا متوقعينها. هنلعب عرضيات، هندي المساحه لرافائيل لياو. رافائيل لياو اللي هتبقى معاه الكوره هنتصرف بيها ازاي ما تعرفش. فروبرتو مارتينيز وهو معاه الكوره ما تفهمش هو عايز يعمل ايه بالكوره. هو في فكره، في عرضيات احنا عايزين نعتمد عليها، بس احنا هنفضل نعتمد طول الماتش على العرضيات. تحس اللعيبه ان بيبقى عندها مساحه ان هي تشوط وما بتشوطش. تحس لعيبه البرتغال بيبقى عندها مساحه ان هي تشوط. يعني ليه برونو فرنانديز بيبقى عايز يشوط ما بيشوطش، برناردو بيبقى في مساحه ان هو يقدر يشوط ما بيشوطش، رافائيل لياو عايز يرقص، عايز يخلي الكوره في رجله. انا هعدي، انا هرقص الفرقه كلها واديكوا الكوره تجيبوها قدام الجول. لعيب فردي اكتر. وانا كان من رايي من الفيديو اللي فات اللي عملته بعد دور المجموعات ان البرتغال كان محتاجه تقعد برناردو سيلفا. برناردو سيلفا ما بيقدمش اي حاجه. برناردو سيلفا بتاع السيتي مش هو نفس برناردو سيلفا بتاع البرتغال، وده شيء واضح. في فرق كبير قوي بين الاثنين بصراحه. فانا كنت شايف ان انت تقعدوا تلعب واحد زي بيدرو نيتو، تقعد واحد زي كونسيساو، اي حد هيبقى عنده الميزه اكتر ان هو يبقى جناح رانر، ما يبقاش معتمد على واحد رانر بس. لكن كل ده اتبخر. الناحيه الثانيه فرنسا بيلعب بثلاثه لعيبه سته. كامافينجا لعيب سته، كانتي لعيب سته، تشواميني لعيب سته، قبلهم كان رابيو لعيب. ما حدش وانت معاك الكوره هتعمل بيها ايه؟ انت معاك ثلاث لعيبه يقطعوا لك الكوره كويس جدا. تشواميني يقطع لك الكوره كويس جدا، كانتي طبعا حدث ولا حرج عن ان هو يقطع الكوره. كامافينجا لعيب كويس جدا ولعيب الكوره في رجله كويسه جدا، بس ما بيقدرش يجري اللعيب. مثلا ما فيش واحد منهم بول بوجبا، ما فيش واحد منهم توني كروس، حد يلعب لك الطويله يجري لك امبابي، حد يلقط تمريره يعملها لك. يعني كامافينجا يبقى معاك كوره يقدر يجري بيها ويعمل مساحات، لكن ما يخلقلكش، ما يدكش واحده كده مودريتش، واحده حاجه انت مش متوقعها. ما يدكش كره طوليه لبوجبا مثلا اللي كان مغذي بيها مبابي طول فترته لما كان موجود. جريزمان مقدم واحده من قلب البطولات، ومبابي اصابه مناخيره باينه قوي ان هي مأثره عليه. يعني مبابي شفناه ان مبابي طبعا لو ما كانش لو هو قادر وهو مركز كان كده هيلعب يشوط ضربات الجزاء الربع ساعه. يعني بتوع الشوط الاضافه الثاني دول ما كانوش هم اللي هيتعبوه، لكن واضح قوي ان اصابه مناخيره مأثره عليه جدا.
مش بيلعب مرتاح. مش ببرر لمبابي انه هو عامل بطوله وحشه، بس يعني بلتمس له العذر ان حوار مناخيره ده والماسك اللي قرفه، فده مأثر على مستواه مع فرنسا لحد دلوقتي. فبصراحه منتخب فرنسا يطلع احسن من كده بكتير منه. بس هو دي شام بيحب يتحفظ، بيحب ان انا العب، انا هلعب بالدفاع وهعتمد على الهجمه المرتده. وده اللي مخليني متوقع ان هو ان فرنسا هتكسب اسبانيا في الدور النص النهائي بصراحه. ان فكره ان هم هيعتمدوا، هيفضلوا راكنين ورا سايبين الكره الاسبانيه يعملوا اللي انت عايزينه، العبوا علينا هجمات مرتده، انا هخنقك، مش هديك المساحات ان انت تلعب عليا هجمات مرتده. ومش هخلي لعيب من لعيبتي يبقى واحد على واحد مع اللعيبه من لعيبتك سواء نيكو ويليامز او لامين يامال. لكن انا هعتمد على المرتده، انا عايز العب على المرتده، هدي الكره لمبابي، امبابي يتصرف، هدي الكره لديمبيلي، ديمبيلي يتصرف، ماركوس تورام. فانا ده اللي مخليني اسلوب لعب دي شامب هو اللي مخليني متوقع ان اسبانيا، ان فرنسا هي اللي هتكسب اسبانيا في دور النص النهائي. وكل فرنسا اساسا يعني اللعيبه اللي ظاهره مين؟ كانتي على مدد يعني ماتش البرتغال ما قدمش مباراه كبيره، وهو كان بيحاول يظهر لهم يعني. اخر ماتشين قدام بلجيكا وماتش قدام البرتغال، كانتي كان بيحاول يعمل يرجع على دور ايام ما كان مع تشيلسي في فتره ماوريسيو ساري. بس كانتي ما مش دي شغله كانتي يقطع لك الكوره، واحد من احسن اللعيبه اللي يقطع لك الكوره. يعني مش محتاجين نتكلم على كانتي في تغطيته للمساحه وان هو يقطع الكوره والكلام ده كله. لكن هو اسلوب ان هو يعرف ياخد الكوره ويعمل لك باص الكلام ده كله، لا مش عند كانتي خالص. فده اللعيب اللي بتفتقده فرنسا. انا كنت شايف ان هو يعني وارن زي ريمري يقدر يعملها يعني بشكل احسن، بس هو فكره ان هو صغير والكلام ده كله، مع ان في الكوره دلوقتي تشوف لامين يامال عندك 16 سنه، فانت ما عندكش اللاعب ده، ما عندك زي ما قلت ما فيش اللاعب البول بوجبا وجريزمان اللي كانوا بيعتمدوا عليه في الدور ده. جريزمان وقدم واحده من اسوأ مستوياته، مع ان لما دلوقتي او السنه دي مع اتلتيكو مدريد مقدم واحد من احسن مواسمه مع اتلتيكو مدريد. فغريب برضو مستوى جريزمان. هو اللعيب اللي لفت نظري في فرنسا هو بصراحه ويليام ساليبا، بيأكد على السيزون الجبار اللي عامله مع ارسنال. عامل يورو لحد دلوقتي احسن مدافع في اليورو بصراحه. كل الدولز بيكسبها، سواء الالتحامات الهوائيه على الارض بيكسبها كويس جدا، بيطلع لك بالضغط، بيقدر يباصي. لعيب ممتاز جدا بصراحه ويليام ساليبا لحد دلوقتي، واحد من احسن مدافعين البطوله ما كانش احسنهم. فبس ده اللي كان عندي عن فرنسا. واتوقع ان فرنسا هيبقى شكلها احسن قدام اسبانيا بالاسلوب اللي معتمد عليه واللي عايز يعتمد عليه دي شام. انا ختاما مع البرتغال ما فيهاش جديد. خلاص هطلعوا من دور 16، من دور الثمانيه. نهايه حقبه بيبي ونهايه حقبه لكريستيانو رونالدو كان فيها هو هداف التاريخي واحسن واكتر لاعب مشاركه واكتر لاعب عمل اسيستات. فنهايه حقبه كريستيانو رونالدو في اليورو ان هو لسه لحد دلوقتي ما اعتزلش دولي. ف كريستيانو رونالدو ما كانش مطالب باي شيء في البطوله دي، ما كانش مطالب باي حاجه. هو كريستيانو رونالدو كان بيلعب من اجل كره القدم او من اجل البرتغال مش اكتر، لكن ولا مطالب باي حاجه، ولا يورو ولا كاس عالم ولا الكلام ده. البطوله الوحيده اللي في تاريخ البرتغال حققها كريستيانو رونالدو، لو هنشيل النيشنز ليج يعني من الحسبه. بس تاريخ البرتغال كلها هو في ايد كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو منتخب 2012 اللي وصل نص نهائي ده بتاع اليورو اللي طلع قدام اسبانيا ضربات الجزاء، كريستيانو رونالدو هو اللي كان موصلهم. كان بيلعب معاه مين؟ موتينيو ما كانش في المستوى بتاعه موتينيو. بيلعب معاه جواو ماريو ولا كواريزما احنا كنا عارفين ان هو بيدلع ناني. اسامي كلها يعني ما خدهاش معايا حاجز خماسي. هو اللي وصلهم نص نهائي. رجعوا اتفرجوا على الماتشات 2016 منتخب كريستيانو رونالدو، ولا هو عشان جاب الجون ما جابش جون في النهائي فكده خلاص؟ اللي طلعهم من المجموعات اساسا هو كريستيانو رونالدو. اللي كسبه قدام كرواتيا في دور 16 كان هو كريستيانو رونالدو، قدام الويلز، قدام بولندا، وصلوا ضربات الجزاء. بس مين اللي كان عامل لهم شكل في قدام بولندا في دور الثمانيه؟ كان كريستيانو رونالدو، هو اللي وصلهم ضربات جزاء وهو اللي كسب البرتغال. فكريستيانو رونالدو مش مطالب باي شيء. كريستيانو رونالدو وحتى ميسي، بس انا دلوقتي كلامي عن كريستيانو رونالدو. انا مش من نوع الناس اللي احب اقارن كريستيانو رونالدو وميسي. انا بحب كريستيانو رونالدو عشان انا بشجع ريال مدريد، فبالنسبه لي اكيد مش هحب ميسي. بقدر ميسي طبعا ان هو لعيب كبير ولعيب واحد من احسن اللعيبه اللي جت في التاريخ. بس كريستيانو رونالدو برضو يعني مش لعيب، ما قللش من كريستيانو رونالدو خاطر عشان امدح في ميسي. ما اقولش خلاص ان كريستيانو ولا كاس عالم.
الناس كانت بتطالب ميسي بكاس العالم عشان خاطر هم كانوا بيقارنوه بدييجو ارماردو مارادونا، كان في تاريخ للارجنتين قبل كده. لكن بيك اوزيبيو وصلهم نص نهائي كاس عالم، كريستيانو رونالدو في 2006 وصلهم نص نهائي كاس عالم. وكان معاه مين؟ كان لويس فيجو كان كبر، ما كانش معاه حد. كان معاه روي كوستا مثلا، لكن برضه كان كريستيانو رونالدو واحد من اهم اللعيبه. لكن بعيدا عن البطوله دي، لكن 2016 و2012 و2020 هو كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو في عزه، شوف اتفرجوا على هاتوا ماتشات البرتغال وشوفوها كريستيانو رونالدو في عزه كان بيعمل ايه. لكن ما تجيش تطلب من كريستيانو رونالدو هو عنده 40 سنه ولا عنده 39 سنه ان هو انا هحكم عليه من اليورو، ولا هو ما عملش الكلام ده. فده كله كلام يعني ما بيدخلش دماغي بنكله بصراحه. بقعد اضحك عليه ان كريستيانو رونالدو هيظل واحد من اهم اللعيبه في التاريخ، واكتر لاعب ضحى من اجل كره القدم. يعني ميسي لعيب كبير بس مهارته ساعدته شويه، مش معنى ان كده ان هو عشان خاطر مهاري فهو ما تعبش، لا. وهو ولا كان رونالدينو ولا كان مارادونا ولا الكلام ده، لا بالعكس هو كان عنده جزء برضه تدريب وتضحيه. لكن ما فيش رياضي ضحى من اجل الرياضه قد كريستيانو رونالدو. ما فيش رياضي جه على نفسه قد ما كريستيانو رونالدو جه على نفسه عشان خاطر يوصل اللي كريستيانو رونالدو فيه. فده يعني والواحد اتكلم عن كريستيانو رونالدو اتكلم عنه في فيديوهات، فمش موضوعنا دلوقتي. لكن انا كنت حابب ان انا اتكلم كده عن كريستيانو رونالدو. وهيظل كريستيانو رونالدو سواء حقق اليورو ما حقق، يعني هو كده مش هيحقق سواء ما حققش اليورو دي، تاريخ البرتغال كله هو في كريستيانو رونالدو فقط لا غير. فده اللي كان عندي عن مباراه البرتغال وفرنسا، تأهل لفرنسا وهيتواجه اسبانيا في دور النص النهائي ان شاء الله. نروح على الجنب التاني سريعا، تركيا وهولندا. هولندا شقلبت المباراه في يعني المباراه ما كانتش ممتعه بصراحه. هولندا قدرت ان هي تطلع بالثلاث نقط. تركيا ما فيهاش حاجه، يعني تركيا بركنيتين كسبت النمسا، ده اللي اهلتهم لدور الثمانيه. منتخب هو يعني منتخب فيه لعيبه كويسه، لكن مونتيلا مش قادر يطلع احسن حاجه من اللعيبه دي. يعني انت بتشوف لقطه من اردا جولر، تشوف لقطه من يدلن ناحيه اليمين، تشوف جانالوجلو، الكلام ده كله. لكن يعني كجروب دفاعهم سيء جدا جدا جدا، وشفناهم في الجونين اللي جابوهم هولندا. وغير كده في الاجوان اللي فاتت اللي طلعوا مع بعض البطوله. فاتوقع ان مونتيلا واحد من اقل المدربين اللي في البطوله بصراحه، والطريق خدمه والركنيات خدمته بصراحه. ان هو مريح دي مرال في المباراه بتاعت النمسا جاب له ركنيتين، واردا جولر عامل عرضيتين بجونين. وبرده كره ركنيه اتلعبت ورا من الناحيه الثانيه، وصلت لاردا جولر من الناحيه الثانيه لعبها عرضيه جابت له الجون قدام هولندا. يعني الركنيات هي اللي من خلت تركيا في دور الثمانيه. لكن كشكل فريق فردي اكتر بصراحه، ده رايي. يعني اردا جولر 3 اسيستات في اول بطوله ليه وجون، وبين لك مدى الموهبه اللي عنده، بين لك ان قد ايه ان هو لعيب عنده كواليتي، ولعيب عنده تكنيك معين في الكوره. لعيب ممتاز بصراحه، متحمس اشوفه في اكتر مع ريال مدريد السنه الجايه. فهو ده اللي في تركيا. بس الناحيه الثانيه هولندا برضو يعني وسط نص نهائي عشان خاطر الطريق الجنب ده ما كانش فيه حد صعب، فادى ان هولندا توصل نص نهائي. منتخب مش ممتع حاجه، حتى كودي جاكبو والناس اللي طالعه بيه في السما ما مش حاسس ان هو ده برضه اللي اتقال عليه ان هو واحد من احسن لاعب في البطوله. في لعيبه احسن، جايب 3 اجوان مع احترامي للثلاث اجوان اللي جايبهم. بس هولندا برضو فريق مش ممتع. عندك تشافي سيمونز ما بيقدمش حاجه، ممفيس ديباي ما بيقدمش حاجه. دفاع هولندا سواء بديليخت سوري بديفراي وفان دايك واكي، دفاع مخترق جدا. فان بروجن بيشيل كور كتيره جدا. فهولندا برضو عليها علامات استفهام. واتوقع ان برضو انجلترا هتقدر تكسب هولندا في دور النص النهائي. فهي هولندا لعبت 10 دقايق ولا نص ساعه في الشوط الثاني، جابت جولين وصلوا بيها لدور الثمانيه. لكن ما فيش شكل المباراه ما كانتش ممتعه بالنسبه لي بصراحه. كانت مباراه ما فيهاش فرص. تركيا بعد ما جابت الجون ركنت ورا، بقت الكوره اكتر مع هولندا وهي مع الكوره مش عارفه تعمل حاجه. ما فيش فرص كتيره بتخلقها. هوبا لاتشا عرضيه من منفس ديباي، ديفراي حطها جابها جون. عرضيه من دومفرايز راحت خبطت في المدافع دخل جون في نفسهم. بس كده خلصنا الماتش، طلعنا من دور نص النهائي. بس هو ده المباراه. انا اللي اتفرجش على الماتش ما فاتوش حاجه. بس فده اللي كان عندها هولندا وتركيا بصراحه. يعني منتخبات خدمتها الطرق. يعني النمسا لو كانت اظن لو النمسا كانت موجوده كانت تقدر تقدم حاجه احسن من تركيا واحسن من هولندا. فده اللي كان عندي. ختاما هختم مع منتخب انجلترا وسويسرا. خلينا ندي في الاول بس كريدت للسويسرا ان هم وصلوا دور الثمانيه. بس السويسرا منتخب غريب. يعني هو في اليورو بالذات تلاقيه يعمل لك دور مجموعات كويس، يوصل بيها دور 16 يعمل لك مباراه كبيره ويطلع لك حد من الفرق الكبيره، كده يجي دور الثمانيه وكأن شيء لم يكن. عملت كده مع في 2020 السنه اللي فاتت قدام فرنسا.
لعبوا عملوا ماتش كويس جدا قدام فرنسا، وبعد كده طلعوا عادي جدا على دور 16. طلعنا فرنسا دور، بعد كده طلعنا من دور الثمانية. السنة دي قدام إيطاليا عملنا ماتش جبار قدام ألمانيا في دور المجموعات، وعملنا ماتش كويس جدا قدام إيطاليا، وفي الآخر طلعنا قدام إنجلترا عادي في دور الثمانية. فبحس المنتخب بعد دور الثمانية هم مش عارفين يفكوا العقدة، فهم بيفتكروا العقدة فبيطلعوا. لكن كأوفرول جرانيت شاكا، فلور، اندوي وفارجاس، أربعة عملوا بطولة كويسة جدا جدا لسويسرا، بالذات تشاكا وفارجاس واندوي. الوينجات بتاعتهم الاثنين فارجاس واندوي عملوا بطولة كويسة جدا، واظن هيبقى عين عليهم اكتر الفترة الجاية. واندوي بصراحة، وفارجاس بالفينش الجبار اللي عمله قدام ايطاليا، الار 2 اللي حطها كانت منظرها مبهر جدا بصراحة، كانت حلو جدا وقدم بطولة كويسة. وتشاكا طبعا مقدم السيزون اللي مع باير ليفركوزن، كملوا في البطوله دي مع سويسرا، فقدموا بطوله بصراحه محترمه جدا جدا جدا، وهم من الاسباب الكبيره اللي هم يخلوا سويسرا في اللي هم فيه دلوقتي. على الناحيه الثانيه كالعاده جاريث ساوثجيت بيقدم لا شيء. احنا في كل مباراه بنستنى لانجلترا مين اللعيب اللي هيطلع يعمل لنا حاجه، مين اللعيب الفلته المره دي اللي هينقذنا. في دور 16 بيلينجهام، دور الثمانية بوكاي ساكا اخد الكرة شاط ار 2 دخلت جون. يعني تشوفوا جاريث ساوثجيت بعد ما جابوا الجون ايه اللي عمله، حبة تبديلات مش مفهومة خالص. هوب نزل بالمر، نزل ايزي، نزل لوك شو، وطلع لي كونسا، وطلع ماينون، وطلع مين تاني، وتريبيه. تبديلات مش مفهومة. شكل الفريق ما كانش مفهوم برضو. والناس اللي بتقول لك كول بالمر لازم يلعب اساسي، ما هو مش نيمار 2000، مش مقعد نيمار ولا مقعد ريفالدو ولا مقعد ميسي ولا كريستيانو على الدكه. ده كول بالمر برضو لعيب محتاج الكره في رجله. انت يعني ما عندك كميه اللعيبه كويره في الارض الملعب كتير قوي. منتخب انجلترا يفقد للعيب الرانر، هو سواء كان سانشو، سواء كان ماركوس راشفورد، سواء كان جريليش، اللعيبه اللي انت ما عملتش موسم حلو بس بالشكل اللي انت عايز تلعب بيه ده، انت كنت محتاج جناح جراي، جناح على الخط. انا بتاع الخط، انا عايز اسبق بسرعتي. لكن اتفرج كده فضل معاه الكوره بلينجهام، هتلاقيه واقف جنبه عايز الكوره في رجله. بوكايو ساكا الوحيد اللي بيجري، وهو برده بيبقى كتير بيبقى عايز الكوره في رجله. هاري كين بتلاقيه نازل لتحت. فاتفرج على جوني نيجز من عادي مقعد فيرتس جنبه على الدكه، ديليفونتي مقعد جنبه على الدكه، جريمالدو في فرنسا مقعد برضه نجوم على الدكه جنبه، زهير امري والناس كتيره جدا. انا عايز لعيبه تخدم فكرتي اكتر. انت اللي عايز تلعب 4 2 3 1، انت ما ينفعش يبقى عندك الثلاثه اللي تحت المهاجم بالمهاجم لعيبه كوير. يا عم خلاص، عايز تلعب بالثلاثه دول، خلي اللي يلعب المهاجم الاساسي بتاعك مش هاري كين، خليه اولي واتكنز، او قول لهاري كين انا عايزك تبقى قدام، مش عايزك تنزل لتحت. ما انا تحت عندي في ناس كتيره بتبني لعب، عندي ديكلان رايس، عندي فودن، عندي ساكا، عندي فودن وبيلينجهام. فكل دول بيبدوا لعب، انت تنزل تعمل معاهم ايه؟ مين اللي هيبقى في الصندوق؟ مين اللي هيجري؟ مين اللي هيقطع في المساحه؟ فكل الكلام ده علامات استفهام من جاريث ساوثجيت. حتى تريبيه ما بيجريش، مش عارف يفتح الخط ناحيه الشمال، كايل ووكر. فمنتخب، يعني المنتخب ده لو وصل لنهائي الناس هتفتكر الانجاز او حقق البطوله، زي ما قال محمد عواد نزل تويت قال لك لو المنتخب ده لو وصل لنهائي الناس كلها مش هتفتكر في الطريق ولا في الاداء، هتفتكر الانجاز بس. هو ده فعلا. لكن كاوفر منتخب ممل جدا. بيلينجهام مش ده بيلينجهام، وانا يعني فيديوهاتي موجوده، شوفوا كلامي عن بيلينجهام. لكن بيلينجهام مش هبرر له في حته الكتف ان هو بيلعب متحمل والكلام ده كله، مستنيين بيلينجهام لما يعمل العمليه. بس شكله سيء جدا مع المنتخب. هاري كين سيء جدا مع المنتخب. ديكلان رايس مع بقى كل اللعيبه، فودن، ساكا، انت في كل مباراه مستني حل من اللاعب هو اللي هيعمله لك. انا الماتش ده ساكا اخد كوره ارتو حطها جون. حتى لما وصلوا ضربات جزاء انا ما توقعتش ان انجلترا هتكسب بضربات الجزاء بصراحه. اولا جوردان بيكفورد ما توقعتهوش ان هو الحارس، ثانيا توقعت ان سومر هو اللي هيشيل الكوره. يعني جوردان بيكفورد بعيدا عن كوره اكانج دي ما افتكرلوش ضربه جزاء وهو شالها، بل بالعكس ده كان يعني واحد من اسوأ الحراس اللي شفتهم في ضربات الجزاء. لكن شال كوره اكانجي ووصلت انجلترا. ولاعيبه انجلترا بصراحه هم بيعرفوا يشوطوا ضربه جزاء، يعني سواء كول بالمر، سواء ارنولد، بلينجهام، ساكا، توني، كل اللعيبه دي بتعرف تشوط ضربات جزاء بصراحه. يعني اظن لو البطوله دي ما كانش فيها اشواط اضافيه وكان فيها ضربات جزاء على طول، كنت هبقى واثق ان انجلترا هتبقى واحده من المنتخبات اللي هي هتستنى تلعب 90 دقيقه، ولا تلعب طول 90 دقيقه بندافع او نلعب على المرتدات ونستنى نوصل لضربات جزاء. ان هم لعيبتهم كلهم بيعرفوا يشوطوا ضربات جزاء.
شوف ثقه بلينجهام، شوف ثقه كول بالمر، شوف ثقه ايفان توني اللي بصراحه يعني هو عنده تكنيك معين، هو ما بيبصش على الكوره، هو بيحط الكوره وخلاص، بعد كده ما بيبصش على الكوره، بيفضل مركز يا اما على الجون يا اما على الحارس. فده تكنيك كويس جدا، وبيشوط الكوره يعني الكوره بتاعت سومر دي دخلت في مقتل بصراحه. كانت بعيده عنه جدا جدا جدا. وهو توماس فرانك حتى المدرب بتاعه في برينتفورد بيقول واحد من اكتر اللعيبه اللي بتبهره في ضربات الجزاء هو ايفان توني، واحد من احسن اللعيبه اللي هو شافها بيشوط ضربات جزاء. فكل ده فضل لعيبته، مش في حاجه تاني بصراحه. يعني انا مش قادر، مفيش فضل هنسيبه لجاريث ساوث جيت. هو المنتخب ده عشان نشوفه حاجه محتاج تدي لجوردن اساسي، اولي واتكنز، حد يقدر يجري، حد عنده النفس. ولا بيلينجهام جراي ولا فودن جراي. ف يعني لا شيء يذكر في المنتخب ده بصراحه. هو اهم اللعيبه اللي فيه هو جوي، ما كانش بيلعب جوي حتى الماتش ده. فماتش انجلترا ما فيهوش حد نجم، ما حدش كان نجم، هو بوكايو ساكا عشان اللقطه بتاعت الار2 وضربه الجزاء اللي شاطها. وغير كده هو اكتر لعيب في شكل عشان هو اللعيب الوحيد اللي بيلعب في عدلته. فبس لكن انا متوقع ان انجلترا هي هتقدر توصل النهائي وهتكسب هولندا، ان هولندا برضه ما بتقدمش حاجه وقدام انجلترا. اظن انجلترا هتقدر تكسب انجلترا هتقدر تكسب هولندا وتوصل النهائي. ومن الناحيه التانيه اتوقع فرنسا هي اللي هتكسب اسبانيا، وهيبقى النهائي قدام اتنين من امال الفرق في بطوله اليورو. هنشوف نهائي قدام ديدي ديشامب وقدام جاريث ساوث جيت، الاتنين قدام بعض، فرنسا وانجلترا. لكن هي دي بطوله اليورو السنه دي. فبس هو ده اللي كان عندي، ما فيش حاجه تانية عايز اقولها بصراحه. اسف على الاطاله، واشوفكم في حلقه جديده. وكان معاكم احمد هاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.